كنت مشارك فيه برضه كمدرب عام وكمدير كوره، لكن استطعت باسلوب فردي وانت المسؤول الاول انك تعمل هذه الانجازات. هنيئا لك والف مبروك على هذا الانجاز العظيم. وان كان هناك انتقادات لابد ان تتقبلها من الناس بصدر رحب، لان الناس ما بتنتقدش حسام البدري، انما ممكن واحد يقول لك انت غيرت، انت شلت، عملت، دي كلها امور وارده في كره القدم، لكن اجمالا ما صنعته يعتبر انجاز عظيم بهنيك عليه، وبهني جميع افراد الجهاز الفني، وبهني اللاعبين اللي ادوا اداء عظيم جدا، بهني الجماهير الغفيره المحبه المخلصه للنادي الاهلي اللي ما فيش زيها في اي نادي من الانديه، اللي بتقف جنب النادي الاهلي منذ الدقيقه الاولى الى نهايه المباراه في جميع الظروف. الفريق موفق غير موفق، الجمهور كله وياه. وبرضه بهنئ جمهور النادي الاهلي، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وعلى راسهم رئيس النادي زي ما قلت، والكابتن محمود الخطيب، والكابتن طارق سليم. وهدي لك يعني احنا عايزين احنا بقى، وكابتن مدحت موجود، وعايزين نسمعك انت برضه تقول لنا شعورك بعد هذا الانجاز العظيم. والله دكتور طه يعني اكيد فعلا دون مجامله بعد كلام الناس اللي قالوا لحضرتك، يعني انا مش لاقي حاجه اقولها، وبس هاكد على كام نقطه حضرتك قلتهم. ان انا فعلا بحترم اي نقد اتوجه ليا، ويمكن بحاول اخد اللي يفيدني، وده لابد يبقى يعني جزء من شغلي، لان في بعض الاوقات بيبقى في نقد بناء من خبراء بيبقى ليهم راي اكيد وليهم خبرات طويله، فاكيد انا كنت بتعامل مع النقد بمنتهى الهدوء وبحاول اخد اللي يفيدني، وفي نفس الوقت ما بتفاعلش مع اي نقد كان يعني بيحاول يبقى يخلق زعزعه في الفريق او عندي، لا خالص. في نفس الوقت يمكن باكد على نقطه ثانيه، بشكر حضرتك على حته ان اللعيبه الكبار فعلا عملوا معاه الفارق، وهم شيء اساسي جدا في فريق النادي الاهلي، وانا بشكرهم على مجهودهم معايا، وبطلب برضه مواصله المجهود ده لسه في المشوار المتبقي، لان عندنا مشوار هام جدا هو المشوار الافريقي وكاس مصر ان شاء الله. في نفس الوقت بتمنى ان شاء الله ان اللعيبه الصغيرين دي تبقى دي اول خطوات ليهم، ويبقوا متشبثين بالخطوات اللي جايه، لان هي دي الاهم. تحط رجلك دي شيء سهل، لكن انت بتحافظ تكبر نفسك هو ده الاصعب، في ظل انك تكون موجود في النادي الاهلي، المسؤوليات اللي عليه بجماهيره الكبيره. الشيء الاهم طبعا ان انا كل تركيزي كان اسعاد جماهير النادي الاهلي، وان انا اصل الى هذه اللحظه اللي انا اتوج فيها بطل للدوري العام. كنت لحظه فعلا مستنيه، وبحمد ربنا ان هي تمت الحمد لله بالشكل دوت. في نفس الوقت انا بشكر كل اللي ساعدوني، لان انا اكيد في مساعدات كبيره جدا بدايه من مجلس اداره النادي الاهلي فعلا، للجنه الكوره اللي هي ليها دور كبير جدا. انا مش عاوز اقعد اشكر فيهم عشان البعض ما تصورش، لكن فعلا ليهم دور كبير جدا معايا. في نفس الوقت الجهاز الفني، اللاعبين، كل الاجهزه كلها، العاملين معايا والعمال، لان فعلا احنا بنبذل مجهود كبير جدا. وانا بقول انا سعيد فعلا ان انا اصل لهذه الدرجه اللي هي بتسعد جماهير النادي الاهلي يا دكتور. كابتن حسام مليون مبروك اكيد، والكابتن ابراهيم يوسف ايضا بيبارك لك اكيد. الله يبارك فيك. عندي سؤالين ثلاثه كده صراع يا كابتن حسام بعد اذنك. السؤال الاول فيما يتعلق بك انت شخصيا، هل هناك اي حوارات مع لجنه الكره خاصه بالموسم القادم، ولا لم يفتح الامر بعد؟ المواضيع دي كلها يا كابتن مدحت بتبقى طبعا في نهايه الموسم، وزي ما احنا عارفين عمر النادي الاهلي ما بيناقش حاجه في وسط الموسم. نعم. وانا كل تركيزي في الفتره الحاليه دي بقول على الاهداف المتبقيه، لسه المشوار الافريقي وكاس مصر، بتمنى من ربنا التوفيق فيهم باذن الله. كابتن حسام، فيما يتعلق بتقريرك الفني عن هذا الموسم، هل كتبته ولا منتظر ايضا لنهايه الموسم؟ لا، هو في تصورات، لان لسه في مباريات متبقيه، لكن في تصورات عندي بحاول طبعا ادونها في وقتها، لان في بعض الملاحظات لازم تتدون في وقتها على طول. نعم. في بعض الملاحظات لابد ان انا استمر الى النهايه. قد يجري يعني يحدث اي تعديلات في اشياء كثيره، يعني ممكن زي اصابات، ممكن اي شيء اخر، ممكن تطور للاعب معين. المهم في حاجات بدونها بشكل سريع، وفي اشياء بنتظر فيها لنهايه الموسم. هل تقريرك فيما يتعلق بجزئيه تطور اداء بعض اللاعبين هيشمل اسامه حسني بعد الاداء الرائع اللي بيعمله الفتره دي يا كابتن؟ اسامه حسني انا عاوز اكد يا كابتن مدحت، اسامه حسني من اللعيبه المميزه جدا اللي انا مقتنع بيهم، وعلى المستوى يعني بعيد عن اي حاجه، لان كان برضه اثارت بعض الاشاعات. اسامه حسني لاعب هداف، وانا مقتنع بامكانياته، عشان كده بيبقى موجود معايا.
لكن هناك فترات كان في اصابات وكان في عدم مشاركه، فبالتالي ما كانش في فورمه المباراه. لكن على الجانب الفني انا مقتنع تماما بامكانيات اسامه حسني، واكيد هيبقى مستمر معانا ان شاء الله. احمد بلال احتمال او احتمال لا يا كابتن؟ والله يا كابتن مدحت الموسم لسه فيه مباريات، يعني مش هقدر اخوضها، لسه عندي مباريات ما اقدرش اخوض ان انا احلل اقول مين اللي هيقعد ومين، لسه عندي مشوار طويل يا كابتن. صحيح. طب اخيرا يا كابتن حسام، مباراه الاتحاد الليبي اللي جايه ان شاء الله دي قطعا مباراه مصيريه يعني، شايفها ازاي يا كابتن حسام المباراه دي بالذات؟ والله هي ان شاء الله الامل موجود، لكن المباراه مش هتبقى سهله، لكن هناك بعض العوامل. اعتقد الاداء اللي حصل هناك هيبقى في بعض الثقه عند لاعبتي ان هناك امل كبير جدا في مباراه العوده هنا. الحضور الجماهيري لابد يبقى مسانده كبيره جدا لينا، وهيبقى عامل رئيسي ان شاء الله في هذه المباراه. التاهل لدور الثمانيه ده هدف من اهدافنا الرئيسيه. كل هذه العوامل ان شاء الله اتمنى ان تكون في صالحنا، لكن الاهم من كل توفيق ربنا اكيد. اكيد. انا عموما عملت مناشده لمجلس اداره، اتمنى ان انت تتابع برضو الجزئيه دي فيما يتعلق بالجمهور يا كابتن حسام، انه ترخصوا التذاكر عشان الاستاد يتملي عن اخره. ربنا يسعدك ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن حسام، والف مبروك. الف مبروك. مبروك.